السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الكوارع، هنعملها كده صينية حلوة تستاهل بقكم، وهنعملها في الفرن. هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا بجد، الطريقة دي تحفة قوي اللي هيجربها. اول حاجة طبعا معايا الكوارع بتاعتي، انا غسلها كويس جدا، جبتها لو فيها شعر وفيها اي حاجة طبعا بشيلها، وبنقعها في مية وملح وخل وليمون واسيبها شوية بس عشان نتخلص من ريحة الزفرة بتاعتها. بعد كده بشطفها شطفة كويسة وتبقى جاهزة معانا. بعد كده نجيب حلة على النار ونحط فيها المية بتاعتنا ونسيب المية لحد ما تغلي. مجرد ما تغلي هنضيف بقى طماطمتين، بصلتين، جزراية، ورق لورا، حبهان، مستكة، ولو عندك روزميري حطي برضو شوية. كده تمام، حطينا بقى حاجة الشوربة الحلوة ديت. بعد كده هننزل بالكوارع بتاعتنا. كده تمام، بعد ما ضفنا الكوارع بتاعتنا هنسيبها بقى تستوي كده على نار متوسطة. ويلا نشوف هنعمل ايه على ما الكوارع بتاعتنا تستوي. هنجيب بقى حلة فاضية على النار وهنعمل الصلصة بتاعتنا اللي هنعملها في طاجن في الفرن. هنجيب معلقة سمنة فلاحي كبيرة كده او معلقة سمنة عادية عادي من عندك، وهنزل ببصلاية كبيرة، اكبر بصلاية عندك او بصلتين اتنين كبار قطعيهم كده شرايح مكعبات. وهنقلل البصلة لحد ما البصلة تدبل معانا. مجرد كده ما البصلة تدبل معاكي انزلي بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. كده نزلنا بالثوم، هنقلب بقى الثوم في البصل لحد ما الثومه بس نشم الريحه بتاعتنا. ما تحاوليش تحمري الثومه، مجرد بس ما تشم ريحه الثوم خلاص هتنزلي بعصير الطماطم او بالطماطم بتاعتك اللي موجوده. انا طبعا عندي الطماطم بتاعتي مخزناها، فواخده كيستين اتنين. الكيسه دي حوالي كيلو الا ربع كده، يعني حوالي كيلو ونص من الطماطم. بتضيفيها وبعد كده خلاص مجرد ما الطماطم تفك معاكي، لو متلجه معاكي او تدخل في مرحله التسبيك، هتضيفي معلقه صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم. تمام، هسيبها بقى تتسبك لحد ما تتبخر من المية اللي فيها دي كلها. ويلا نبص على الكوارع. الكوارع كده خلاص استوت معانا. طبعا الكوارع دي بتلو ما بتاخدش يعني سوا، اهو زي ما انتوا شايفين استوت معايا خالص. اه كده خلاص، مجرد ما تستوي معاكي طبعا احنا ما بنضيفش الملح في الاول خالص، بنضيفه دايما في الاخر عشان الشوربه ما تحرقش معاكي. هنضيف بقى الملح بتاعنا وشويه صغيرين كده من الفلفل الاسود، وهنسيبها تغلي غلوه بسيطه خالص. بعد كده هنطلعها بقى في الصينيه بتاعتنا اللي هنعملها في الفرن. عايزه اقول لكم شويه شوربه يستاهلوا بقكم، شويه شوربه كده يرموا العظم. مفيده جدا جدا الكوارع دي على فكره للعظم. كده تمام، هنجيب بقى الصلصه بتاعتنا اللي احنا عملناها بعد ما اتسبكت برضو شويه كده، هنرشها بقى على الوش بالشكل ده. بعد كده هنسخن الفرن بتاعنا ونحطها في الرف الوسطاني ونسيبها بقى لحد ما تحمر معانا وتاكلوا احلى صينيه كوارع. لو عندك برام برضو ممكن ترصها في البرام وتحطي برضو الصلصه على الوش. كده تمام، هنجيب بقى حله فاضيه، هنحط بقى شويه من الزيت وهنعمل الفته بتاعتنا الجميله. هنعمل الرز بتاعنا شويه زيت على شويه سمنه، ومجرد ما يسخنهم هتنزلي بقى بالرز بتاعك حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا ضفت كده كوبايتين اتنين او 3 كوبايات تقريبا من الرز، يعني مقدار الرز هو مقدار الميه. هنقلب بقى الرز كده في السمنه لحد ما الرز يشرب الزيت والسمنه، يبقى مفلفل معاكي كده، متستعجلش عليه برضو في حطتان الميه. كده انا عملت 3 كوبايات من الرز، حطيت 3 كوبايات من الميه. مقدار الرز هو مقدار الميه بالظبط، ما تحاوليش تكتري عشان ما يعجنش معاكي. هنضيف بقى الملح بتاعنا كده واقلبه تقليبه كويسه، ونسيب النار بتاعته عاليه. مجرد بس ما يتشرب الميه اللي فيه بتهديله بقى النار بتاعته وتسيبيه لحد ما يستوي. هنيجي بقى نعمل صينيه الفته بتاعتنا اللي تستاهل بقكم. هنجيب بقى العيش الناشف اللي احنا المحمص بنجيبه من الفرن، او لو كوني محمصاه في البيت عندك بتكسريه بس كده مكعبات صغيره، وبعد كده بتحطي معلقه سمنه فلاحي وتحمصي العيش بمعلقه سمنه فلاحي لحد ما يديك اللون الذهبي البسيط ده. مجرد ما يديك اللون الذهبي طفي النار خلاص، هتسقيه بقى بشويه من الشوربه. كده تمام، هنجيب بقى الرز بعد ما استوى. شايفين الرز بسم الله ما شاء الله مفلفل خالص وجميل. متحاوليش بقى تكتري الرز في الشوربه او الشوربه في الرز عشان ما يطلعش معجن معاكي. هنوزع بقى الرز على الوش كده في الصينيه.
كده تمام. بعد ما وزعنا الرز خلاص هنجيب بقى كبشتين 2 3 شوربة كده ونسقيهم على الوش عشان العيش يطرى معانا. شوية شوربة تحفة يطلعوا معاك صينية الفتة تحفة، احلى صينية فتة تاكلوها. كده بقى تمام. حطينا شوربة كده عشان العيش يطرى معانا. هركنها بقى على الصينية على جنب، وهنجيب بقى نعمل الصلصة بتاعت الدقة بتاعتنا. معلقة سمنة فلاحي، مجرد ما تسخن هتنزلي بقى معلقة ونص من التوم كده لحد ما يحمر معاكي. هتقعدي بقى تقلبي باستمرار كده لحد ما يحمر معاكي، ومجرد بقى ما يحمر معاكي ويديكي اللون الذهبي هتنزلي بشويه خل. انا هنا نسيت ونزلت بالصلصه، المفروض انزل بالخل الاول عشان اخد ريحه الخل مع التوم. تمام. انا لحقت نفسي وافتكرت على طول، فرحت حطيت الخل بقى في الخطوه دي قبل ما الصلصه تفك معايا. احط بقى شويه من الخل كده، يعني حوالي ربع كوبايه عشان الخل بتاعي مركز. واسيب بقى الطماطم لحد ما تتسبك وتفك خالص. هي بقت بالشكل ده. هضيف بقى معلقه صغيره من السكر، وهضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهضيف شويه ملح صغيرين على قد الكميه اللي انت بتعمليها، وهقلبها بقى تقليبه كويسه وهطفي عليها. كده بقت الصلصه بتاعتنا جاهزه. هنيجي بقى لصينيه الفته بتاعتنا ونرشها على الوش. حاولي بقى توزعها على الصينيه كلها، عشان دي بصراحه هي ديت التركه بتاعتنا، وهتاكلوا احلى صينيه فته. وكده تمام. بقت الصينيه بتاعتنا جاهزه خلاص. وبقت كده الكوارع بتاعتنا طلعت من الفرن، اديتها اللون الجميل اللي انتوا شايفينها ده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. جربوها وقولوا رايكم في التعليقات تحت. ودي صينيه الفته بتاعتنا بقت جاهزه، وشويه شوربه بجد تحفه. جربوها وقولوا رايكم في التعليقات تحت. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.